مفيش رسميا مفيش تشكيله، مفيش تغيير، مفيش حاجه حلوه، مفيش حد بيعمل لنا فوق. لا الصراحه انا بحور في رسميا وفي تشكيله حلوه ومتغيره وفي تغيير في التشكيله، بس برضه ما حدش بيعمل لنا فولو. دي الحاجه الوحيده اللي صح. رسميا يتم تاكيد مع نزول التشكيله الرسميه النهارده 9 مباريات من بدايه الموسم مع المدرب الجديد تشابي الونسو، 9 تشكيلات مختلفه. 2 لعيبه بس ما اتغيروش من بدايه الموسم في ال9 تشكيلات المختلفه، هو كورتوا الحارس المرمى وكيليان امبابي. ربنا يستر. لاول مره اراحه الفارو كاريراس في التشكيله الاساسيه. اردا جولير بعد ما اخذ لاعب الشهر يتم التاكيد النهارده بوجوده في التشكيله الرسميه ان هو ارتاح ماتش واحد بس من ال9. فينيسيوس جونيور هو قائد ريال مدريد النهارده. ديفيد ألابا يظهر للتشكيله الرسميه تقريبا لاول مره من سنين كتير. سيبك من المنظر اللي انت شايفه ده، اكيد مش هتبقى بنفس الشكل ده في الملعب. انت هتلعب في الملعب 3-5-2. ماستانتونو هيرجع في الحاله الدفاعيه مكان اردا جولير عشان يبقى في نص الملعب اردا جولير وتشاوميني كنمره 6 وسيبايوس هو المتحكم في رتم المباراه في نص الملعب. واخيرا وليس اخيرا اراحه فالفيردي اللي بيقدم مستوى وحش على غير عادته اللي مش متعودين منه عليه في اخر مباريتين، فان شاء الله الاراحه دي تفرق معاه. انا كمشجع ومتاكد ان انتوا كمشجعين مش قادرين ننسى اللي حصل الماتش اللي فات، لان الهزيمه مش متعودين عليها من الملكي. ولكن اي فريق كبير عايز يعمل انجاز لازم يتخطى سريعا عشان يوصل للي هو عايزه. ما تنساش تعمل لنا فولو وفايتك كتير.